السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده معايا وصفة سهلة وبسيطة خالص، طريقة السبانخ، طريقة من كذا طريقة بتاعة السبانخ. انا عملت لكم طريقة واحدة وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية، طرق تانية للسبانخ. عملت معاها بديل الرز البسمتي. شوفوا الطريقة بتاعتي، ما شاء الله كل اللي جربها بيقول ما يفرقش حاجة عن الرز البسمتي، بل احلى كمان. انتوا طبعا عارفين الرز المصري بتاعنا لا يعلى عليه في الطعم وفي جماله يعني. دي السبانخ. تعالوا معايا نشوف وصفة النهاردة. شكل الرز ما شاء الله، يعني تقولوا رز بسمتي بسمتي يعني. هنسمي الله ونبدأ. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك، وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معايا حلة هسخنها، وبصلاية متوسطة، وفصين توم مفرومين. هشوحهم لحد ما البصل ينزل المية اللي فيه. في ناس بتسخن الزيت جامد وبعدين بتحط عليه البصلة. انا بحب انزل مية البصلة كده وبعدين احط الزيت في نفس الوقت، ما بتشربش زيت كتير. هبدأ اشوح لحد ما المية اللي في البصلة تنزل خالص. انا هنا حطيت التوم مع البصلة، اوقات بحط التومة دي في اخر السبانخ بطشها زي الملوخية. الطريقة دي جميلة والتانية اجمل برضو. هشوح البصلاية معايا كده في معلقتين زيت صغيرين خالص. هيكون معايا مجهزة على العين التانية حلة، يعني بحيث اخلص كل اكلي في وقت واحد، اكون مجهزه اكلي وغسلاه ورز ومظبطه كل حاجتي، واكون مجهزه الحله اللي هطبخ فيها عشان ما اخدش وقت في الاكل. معايا الحله دي مسخناها وهبدا احط اللحمه فيها. في ناس بتحط سمنه وتشوحها مع اللحمه وده غلط. وانتوا هتعرفوا ان هي غلط، تشويح اللحمه مع سمنه او مع اي زيوت بتتفاعل معاها. لكن انا بشوحها لوحدها لحد ما الميه بتاعتها تنزل خالص، بحيث الميه بتاعتها لما بتنزل بتدينا طعم حلو في المرقه، وتبقى طعم الشوربه ما شاء الله جميل. هسيبها تتشوح كده شويه صغيرين بحيث الميه اللي فيها تنشف خالص. وهرجع ابص على البصله اللي انا حطاها على النار، هشوحها. واكون عصره طماطم ومصفيها كويس وغسلاها بميه وخل. ما عندكيش خل في البيت مش متوفر، نص ليمونه، ونحط بس الطماطم شويه في الميه وبعدين نحط نص ليمونه نعصرها بحيث ان اي ميكروبات او اي بكتيريا فيها تروح. كده البصله اتشوحت معايا بقى لونها اصفر، وحطيت عصير الطماطم اللي انا مجهزاه. ولازم نصفي الطماطم كويس لان القشر ده بيتعب القولون عامه يعني. واحنا طبعا عارفين احنا بنعمل اكلنا في بيتنا بنحافظ على صحتنا وصحه ولادنا. طبعا سايبه اللحمه تنشف شويه تنزل كل السوائل اللي فيها. وابدا اضيف البهارات، فلفل اسمر انا اللي طحناه في البيت عشان اتاكد ان هو مفيش متضاف عليه اي حاجه. نتعود دايما نطحن بهاراتنا في البيت عشان نضمن نظافتها من الغش والغلاء اللي عاد موجود. التجار عادت بتغش والعطارين عادوا بيحطوا حاجات كتير على البهارات احنا ما نعرفهاش. فانا بطحن البهارات في البيت عشان ابقى عارفه انا حاطه ايه في اكلي. ده هيل او حبهان مطحون انا برضو اللي طحناه. يعني بستغل القشر بدل ما ارميه واحطه في الشوربه. في ناس بتيجي تاكل تقول لا الحبايه جت تحت درس الكلام ده، لا انا بطحنه، بستغل حتى القشر بطحنه كويس قوي وبخليه ناعم. ومعايا نص طماطمايه احطها وقرن فلفل بقطعه عشوائي خالص بحطه على الشوربه. انا كده حطيت في البهارات بتاعتي ربع معلقه كمون، وحوالي ربع معلقه فلفل اسمر، وهيل مطحون، وورق لورا برضو مطحون، ودي بشرة جوزة الطيب، بشرة صغيرة خالص.
البصلة انا هضيفها بقى لما المية تنشف خالص، هبدأ احطها وانا مش هحط البصلاية دلوقتي، انا هسيبها تنزل كل السوائل اللي فيها براحتها خالص، بحيث كل ما بتنشف خالص من المية بتدي طعم في الشوربة، تخلي طعم الشوربة جميل، بتستوي بسرعة. والتكة بتاعت الشوربة اللي بتشيل اي حاجة بتخلي طعم جميل كده الشوربة، فص توم واحد بس بقسمه نصين، فص توم واحد فقط لا غير، مش اكتر من كده. خلي الشوربة بتاعتك ما شاء الله كل اللي هيدوقها هيدعيلك. انا هنا معايا شعرية، يعني بحطها حوالي نص كمية الرز. انا مش بكتر زيت على الرز بتاعي، بالذات لما يبقى جنبه مرقة طبيخ سبانخ جنبه لوبيا او اي حاجة، ما كترش زيت على رز الشعرية او اي رز هيتاكل جنبه اي حاجة تانية، مش زي رز السمك بيبقى يحب الزيت شوية. وانا اصلا بعد ما بحبش اكتر زيت في الاكل، هما برضو حوالي معلقتين زيت مش اكتر. وتملي نخلي كمية الشعرية تبقى نص الرز دايما، لان لما بتبقى نص الكمية شعرية ونص الكمية رز بيخلي الطعم يعني جميل، احسن بتبقى كمية ربع الكمية شعرية والتلات ارباع كمية رز، بتبقى الرز مش حلو، بحس لو بقى رز ابيض يبقى الشعرية ملهاش لازمة فيه. انا كده بقلب اللحمة، المية بتاعتها قربت تنشف خالص، وهقلب الشعرية. انا كده خلاص اللحمة المية بتاعتها نشفت خالص، نضيف مية مغلية او مية باردة يعني، او مية من الحنفية عادي. ايه ده، اكون شغالة في الشعرية وفي اللحمة، عشان يعني اللي انا بخلص الاكل بحبش اقف في المطبخ كتير، اخلص بسرعة واطلع. يعني ايدي تكون شغالة في كذا حاجة على البوتاجاز عشان اخلص بسرعة. احب اجهز حاجة الاكل بتاعتي كلها، وساعة ما باجي اطبخ يبقى هو الاكل بيخلص وخلاص بقى، يعني لو في ترويق شقة ورايا اي حاجة بروح اخلصها عما الاكل يستوي. انا كده مليت الحلة بتاعة اللحمة، هغطي عليها. هكون مجهزة البصلاية بقى واحطها عليها. هجيب بقى البهارات بتاعتي اللي هعمل بها الرز، اللي مش هتفرق خالص عن طعم الرز البسمتي. هي رشة هيل مطحون او حبهان، وورق لورا مطحون، او ورق غار. هو ورق لورا او ورق غار الاتنين واحد مطحونين. وهكون مجهزة معايا برضو الملح هحطه وانا بقلب في الشعرية، وسنة كمون، وسنة فلفل اسمر، ومعايا ليمونة ناشفة او ليمونتين، وعود قرنفل. ويعني عود او عودين، احنا منحبش القرنفل كتير، وانا بحط عود واحد بس، وعود قرفة او نص عود قرفة. وطبعا ما ننساش الكركم والكاري. هي دي التكة بتاعت الرز البسمتي اللي احنا بناكلها كلنا في المطاعم، الكركم مع الكاري ما شاء الله. ممكن برضو نعمل الرز بالكاري، هبقى اعملكم ان شاء الله مرة تانية، بيبقى طعمه روعة برضو. هبدأ اقلب بهاراته كلها مع بعضها مع الشعرية عشان كله يشرب من بعضه. والبهارات لما بتتشوح في سنة زيت مع حاجة بتطلع ريحة جميلة، كأننا بنديها تحميصة تانية. هكون غاسلة الرز كويس ومنقياه، ونقعاه قبلها بحوالي ربع ساعة عشان ما يشربش مية كتير او ياخد مني وقت على النار يعني في السوا. ده عود القرفة، انا كسرته نصين عشان الحلة صغيرة مش كبيرة. دي كل البهارات اللي انا ضفتها. هكون طبعا غاسلة الرز ومجهزاه، واول ما الشعرية تبقى لونها ذهبي كده
دي البصله اللي كنت مجهزاها وقايله لكم عليها، ما بحطهاش دلوقتي غير والميه بدأت تغلي. كده خلاص الشعريه احمرت. طريقة الرز دي بأمانة بأمانة يعني اللي بيدوقها بأمانة ما بيميزهاش خالص عن الرز البسمتي، بل هي أحلى من الرز البسمتي. إن شاء الله تجربوا الطريقة بتاعة الرز ديت هتعجبكم. بتسد معاكي بقى في أي عزومة، في عايزة تتاكل ممكن الرز ده يتاكل لوحده جنب كفتة، فراخ مشوية من غير أي حاجة. الرز ده ما شاء الله ملان بهار، يعني مغمس نفسه بنفسه. ده الرز أنا غسلاه كويس، وهحطه بقى على الشعرية. انا بشوف عيار الحله، انا برضو معايرها قبلها، بس ممكن تكون الشعريه طلعت كتير او حاجه. نحط ميه مغليه على الرز او ميه بارده من الحنفيه عادي. لو انت مستعجله وعايزه الرز يستوي بسرعه، سخني شويه ميه مغليين وضيفوهم على الرز ما شاء الله ما فيش 5 دقايق وهتلاقيه خلاص بدأ يستوي. انا هقلب الرز بالشعريه كويس قوي واديله زي تشويحه مع الزيت. يعني التكه بتاعت الرز دي كمان لازم نشوح الرز مع الشعريه كويس في الزيت، نفضل نقلب فيه قوي قبل ما نضيف المية. التشويحة ديت بتديله طعم مع البهارات، مع التشويحة في الزيت بتخلي طعمه ما شاء الله. ان شاء الله معايا كذا وصفة بطريقة الرز المصري، تجربوها ما شاء الله هتسد معاكي في اي عزومة. لو انت قاعدة في البيت مكسلة تعملي مرق طبيخ اي حاجة، الرز ده بيسد معاكي في اي وقت. ان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية كتير، هكون مجهزه لكم وصفات كتير جميله وحلوه. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا ضفت الميه، طبعا كل رز بيختلف عن التاني، في رز بيشرب ميه وفي رز ما بيشربش ميه. انا الرز بتاعي ده ما بيشربش ميه كتير. انا كسرت عود القرفه عشان يدي الريحه اقوى شويه. وانا بقلبه كده بالمعلقه كسرته. انا قلبته كده كويس، وهغطي عليه واسيبه بقى الميه تتشرب، وبعد كده اهدي النار عليه خالص اسيبه لحد ما يستوي. هو شكل الرز ما شاء الله كأنه حط عليه شوربة وحط عليه حاجات كتير، هو لوحده غني بالبهارات بكل الحاجات اللي فيه ما شاء الله. شكله اصلا لوحده يفتح النفس من قبل ما يستوي. جربوا الطريقة دي ان شاء الله بإذن الله هتدعولي. هو شكله الرز لوحده اصلا جميل. انا غطى عليه واسيبه بقى يتشرب ويستوي بقى براحته. انا هسيبهم بقى قد كده الطماطم بتتسبك معايا. هقلبها تقليبه بس بسيطة. وطبعا انا هضيف السبانخ اللي كنت مفرزاها معاكم في الفيديو اللي فات، وهبدأ اضيف على الطماطم دلوقتي البهارات والملح. نفس هي بهاراتي. انا عامله لي خلطه كده في الاكل، كل اللي بياكل اكلي ما شاء الله بيقعد يقول لي انت بتحط ايه في الاكل. هي دي بهارات اللي بحطها في اكلي. بيبقى فيه اختلافات برضو تانية مع طبخات تانية، بس ده طريقة الطبخة ديت، التلات طبخات دولت ديت الوصفة ديت. ما بستغناش عن البهار اللي انا بحطه في اللي انا حطيته في الشوربة، هحطه برضو في الطماطم، اللي هو الفلفل الاسمر وسنة كمون وسنة هيل مطحون ورشة جوزة الطيب. وديت معلقة بهارات اللي هي المشكلة العادية اللي بنجيبها من أي عطار. هي شطة على كزبرة. أنا ما بحطش ال7 بهارات في أكلي، أنا مكتفية بالبهارات ديت في الكام أكلة اللي انتوا شايفينها دي. كل أكل عندي بحط له بهارات معينة. أنا اللي بطحن بهاراتي في البيت بإيدي عشان أبقى ضامنة نظافتها. هي كده خلاص بدأت تتسبك معايا. أنا هضيف عليها السبانخ اللي احنا كنا مفرزينها
عشان اوريها لكم بعد ما حطيتها في الفريزر كان شكلها عامل ازاي، والنتيجة في الاخر شكلها ما شاء الله خضرة ولا سودا ولا اي حاجة. يعني الفيديو الرئيسي بتاع النهاردة انا عاملاه عشان خاطر بديل الرز البسمتي، انتوا عارفين سعره بقى غالي قوي، والتجار ما شاء الله يعني ما بيرحموش، فانا قلت اجيب لكم بديل الرز البسمتي. دي السبانخ اللي انا كنت مفرزاها معاكم، انا حبيت اطبخها معاكم في الفيديو عشان تشوفوا طريقة التفريز ما شاء الله صحيحة. انا هعمل السبانخ بتاعت النهاردة ديت بشعرية لسان عصفور، هي ليها كذا وصفة تانية ان شاء الله هعملها لكم فيديوهات برضو تانية، بس النهاردة انا هعملها بلسان العصفور. الرز اتشرب المية كده شكله ما شاء الله تحفة، هقلبه كويس. ما انا مش قادرة اقول لكم الريحة ما شاء الله، على فكرة الكاميرا ظلماه، هو طالع لونه اصفر اصفر، انت شفتوه في اول الفيديو هتشوف اخر الفيديو ما شاء الله على لونه، بس هو لسه ما استواش. انا غرفته في السرفيز وطالع كأنه رز بسمتي. يعني هو ده بديل الرز البسمتي، هفضل ده اشوح في لسان العصفور النهارده لحد ما بديل تديني الرز اللون الذهبي. البسمتي اللي انا جايه اوريلكم انا بعمله ازاي. طبعا احنا مش هنروح نشتري الرز البسمتي ب70 و80 جنيه، السعر يعني عالي قوي. اللون ده كويس انا قوي اديت رز تقليبه وهحطها بقى على وانا حاطه على السبانخ. النار لسان عصفور، هخلي لونها اصفر بس. في طرق كتير للسبانخ انا قلت لكم عليها في تفريز السبانخ، في بالشعريه العاديه، في بالرز وفي بالحمص وفي بلسان عصفور. انا ولادي بنحبها بلسان عصفور، بس ان شاء الله اعمل لكم وصفه تانية برضو سبانخ بس بحاجه تانية غير لسان عصفور. دي اول وصفه من وصفات السبانخ. انا هطلع كل اللي انا مفرزاه معاكم في طبخات في فيديوهات ان شاء الله متقطعه، ان شاء الله تعجبكم. كده الصلصه كتير شويه على السبانخ، فهجيب نص كيس سبانخ وهضيفها تاني عليه، وهبدا اقلب الشعريه لسان عصفور مع السبانخ مع الصلصه، واضيف عليهم شويه مرقه من بتاعه اللحمه. لو هي استوت هبدا اشيل الريم من على اللحمه زي ما انتم شايفين كده عليها ريم، هشيله وهغطي تتسبك شويه مع الصلصه، وبعد كده اضيف ميه يا مرقه من بتاعه اللحم. انا كده سايباهم على النار شويه. اللحمه بتاعتي كده استوت وشلت الريم من عليها ما شاء الله استوت خالص، فهبدا اضيفها في السبانخ، تاخد بس غلوتين مع السبانخ. انا اللحمه اصلا مستويه ما شاء الله، انا هشيلها من الشوربه كده واحطها في السبانخ تاخد غلوتين بس مش اكتر. يعني من كتر ما هي مستويه، انا اولادي بنحبها يعني ايه مستويه، او من كتر ما هي مستويه مش عارفه امسكها. فانا هديها بس غلوتين في السبانخ بتدي طعم للسبانخ حلو، واحنا بنحبها في السبانخ. في ناس بتحبها متحمرة، بس هي اما بتاكل كده في بعضها كده في السبانخ بتبقى ما شاء الله طعمها جميل، وبتخلي السبانخ طعمها جميل. السبانخ يعني لحمة في قلبها. في وصفات تانية برضو للسبانخ انا بعملها بالكفتة وبعملها بالحوم تانية، يعني بفرم اللحمة وبعمل السبانخ بطرق كتير ان شاء الله اوريها لكم. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، وصفة سهلة وبسيطة. بديل الرز البسمتي، ومعايا طريقة السبانخ باللحمة بلسان عصفور. انا كده هقلب اللحمة واديها غلوتين بس، وكده وصفة النهاردة تكون خلصت. وما تنسيش تدعموني وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلوك كل جديد، وقناتي طبعا مش هتكبر غير بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.